تعتبر إسرائيل التي نشأت على أراضي الدولة الفلسطينية في منتصف القرن الماضي حديثة العهد بالجيوش والتنظيمات العسكرية، فيحتار الكثيرون لمعرفة السبب وراء تجنيد الفتيات داخل الجيش الإسرائيلي. حيث أن التجنيد الخاص بالنساء هناك يكون إلزاميا وإجباريا، ولهذا تشكل النساء نسبة وصلت إلى 33% من تعداد الجنود، أي حوالي ثلث الجيش. والسبب في هذا الأمر هو أن الخدمة الإجبارية لهن هي 24 شهرا متواصلة، أي حوالي سنتين، ويتم الإعفاء من التجنيد في حالات خاصة مثل الزواج والحمل وأسباب دينية تخص الديانة اليهودية فقط. والسبب في تجنيد الفتيات في الجيش الإسرائيلي هو قلة عدد سكان إسرائيل الذي يبلغ 8 مليون نسمة فقط. وخاصة أن هذه البلد تعتبر أكثر البلاد دخولا في الحروب منذ نشأتها إلى الآن، والنسبة الأكبر من اقتصاد هذه البلد يتم توجيهه إلى الجانب العسكري والتسليح. وأيضا جاء التجنيد للفتيات كنوع من التشجيع للرجال في دخول الجيش، حيث يتم توفير المتعة الكاملة لهم بواسطة تلك النساء.